لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهرضي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فك وجاي علينا بسرعة زو. تعالي يا نيلي. اخبار كرم ايه يا طنط؟ هو حابس نفسه من ساعة ما رجع من عند المأذون. انا مش عارفه كان مستعجل على ايه، ما كان يديها فرصه تراجع نفسها. هو ناقص كام يوم للعك ده؟ هي كانت جوازة مبسوط فيها من الأول. طب مش هتدعي على نشكره زي كل مره؟ تعبت من كتر الدعاء ومفيش حاجة محوقة فيه. يلا هي غارت في 60 داهية هي وبنتها. طب ما تدخلي تصحيه، ده نايم من امبارح. مش قادرة أحط عيني في عين، أنا السبب في كل المصايب دي. وانت كنت هتعرفي منين ان البضاعه مضروبه؟ يلا بقى نصيب. احنا خلاص ما بقاش لنا قعاد هنا. أول ما يصحى ويفوق كده أنا هاخده ونروح المنصورة. يوه، واحنا مش هنخلص من الحوار ده بقى؟ فكك بقى، بلا منصوره بلا وجع دماغ. ما هو كرم طول ما هو قاعد هنا نفسيته هتضرب زي البومبة. أكيد كل حتة في الشقة هتفكروا بالمنقوطة في لسانها دي. ده غير إنه بقى شكله وحش قدام الجيران. بصراحه عندك حق، بس انا هعمل ايه يعني؟ اهون عليكي تسيبيني لوحدي؟ ومين قالك إن أنا هسيبك؟ رجل على رجلك. ما انا قلت لك اللي فيها يا طنط، انا ما اقدرش اسيب البيت. أمك لو كانت عايزة تشوفك كانت جت. وبعدين إحنا هنروح بعيد ليه؟ سيبي لها خبر إنك عندي في المنصورة. طب افرضي كده اتخانقت مع كرم كالعاده، هتقمص فين بقى؟ يا بنت بقول لك أنا ساكنة في سرايا، عندك يجي 10 أوض تتقمصي فيهم براحتك. ها قلت إيه؟ وانت فاكره ان كرم هيسيب الطويله الفرعه دي ويروح معاكي المنصوره؟ يبقى قابليني يا نحمده. أها. ألوز، ازيك يا كراميلتي؟ أنا فضيت لك يا فروتي. أنا من إيدك دي لإيدك دي. يعني انت مش زعلان؟ حد يسمع الصوت الحلو ده يزعل. انت مش زعلان انك طلقت مراتك؟ ده كان كابوس ناموس جاموس راح لحاله خلاص. اقول لك على سر بس ما تقولش لحد ابدا. مع إني بتشائم من الأسرار بس اتفضلي. طلع زيك. وإيه السر في كده؟ ما العمارة كلها عارفة ده أنت متجرسة أصلا إنك متطلقة. كنت عارف وعامل نفسك مش عارف يا وحش. الله يكرمك بقى، أنا مش ناقص لخبطة. سيبك من الرغي ده كله بقى. تحبي أنزل أشتري صينية بسبوسة وأجي أخطبك من أمك اللي... مش لما نحط النقط على الحروف الاول يا كراميلتي؟ يا حبيبتي مفيش وقت لكتاب المطالعة ده. أنت مش هتتجوزي مدرس عربي، إحنا بنلعب في 20 يوم. لا يا كراميلتي، الاول شطك في نور. طب عايزة تحط النقط إمتى وفين؟ إنجزي. عدي عليا نروح الشيخ زايد. أنا مش عارف إيه علاقة الشيخ زايد بالنقط بتاعتك. اديني ربع ساعة وأكون عندك. سلام. انا ضميري بيأنبني قوي. ليه بس يا رامي؟ عندي احساس كده ان احنا السبب في طلاق كرم. واحنا ايه دخلنا في الموضوع؟ هو قال لنا تعالوا اشهدوا على العقد، رحنا شهدنا. وانا عن نفسي حاولت اقنعه بالتراجع، بس واضح ان الموضوع كان خلصان. انا قصدي يعني لما مراته رجعت ولقيتني قاعدين بربطة المعلم طلبت الطلاق. لا 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 لا، انا سمعت ان هي عايزه تموت في حضن امها. طب يا ريت محدش يقول لي رشا احسن هي كمان تقول لي انا عايزه اموت في حضن امي، دي كانت تبقى مصيبه. انا بالنسبه لي نفسي حد يقنع المدام بتاعتي تروح تموت مع امها. صباح الخير على البشر. متشيك كده ورايح على فين على الصبح يا حبيبي؟ رايح احط النقط على الحروف يا عمتي. وناوي تحطهم فين يا ابن اخويا؟ في الشغل هيكون فين يعني يا عمتي؟ شغل ايه؟ هو انت مش واخد اجازه مفتوحه؟ خليكي في حالك بقى يا بت، انت بقى مالكيش دعوه، انت بقى خليكي في حالك، وانت كلك قاعده على بعض كده بفانيلا وبنطلون. بت لما تبت، هو ده اللي عايزاني اقضي معاه اخر ايامي في المنصوره؟ انا مش عايز حد يجيب سيره المنصوره دي خالص قدامي. انتوا فاهمين ولا لا؟ خلاص انتوا فاهمين ولا لا؟ معلش ما تزعقش كده، بلاش. انا هتعصب يا عم. معلش والنبي هعيط. خلاص سيبك منه يا نيلي. اطلبي تاكسي خلينا نغور من وشه. لو هنسافر لوحدينا انا موافقه. يعني خلاص اتفقتوا عليا؟ ايوه، خلي بقى بتاعت النقط تنفعك. عموما انا لو رجعت ولقيتكم مش موجودين انا مش هعمل لكم بلوك، بس ده انا هعمل لكم بلوك وعماره بدخله. طب قبل ما تعمل بلوك يا شملون مش هتفطر؟ لا انا فطرت امبارح. سلام. ايش تريد؟ روح عند امك يلا. تعالى يا كراميلتي. انت لسه يا حبيبتي ما عملتش النوم ولا ايه؟ 5 دقايق وهكون جاهزه. ادخل سلم على ماما. بعدين لما نحط نقط على الحروف الاول. طب هتفضل واقف كده؟ هستناكي في العربيه، يلا خلاصي. حاضر يا كراميلتي. هو احنا هنسافر فعلا ونسيبه؟ انا من ناحيتي عايزه اسافر،
بس قلبي هيتقطع لما اسيبه مرمي كده لوحده. خلاص اجلي السفر لحد ما يرجع وحاولي تقنعيه يعني يروح معاكي. انا خايفه لا تكون البت الطويله اللي تحت دي لايفه عليه وتستغل حالته النفسيه. وهو طالما بيحبها ما تسيبيه يتجوزها. هو احنا نطلع من حفره نقع في ضحضيره؟ احنا لو اتكتب لنا عمر جديد والنيزك رجع في كلامه محدش هيتجوز كرم غيرك. ايه اللي انت بتقوليه ده بس يا طنط؟ ده احنا ما بنكملش ربع ساعه الا لما بنتخانق، زي ما يكون كده مولودين فوق بعض. طب وايه المشكله؟ ده انا والمرحوم جوزي كنا لازما نضرب كل يوم خناقه على الريق، هي دي حلاوتها. حلاوتها؟ ايه الحلاوه في كده؟ مش فاهم. اللي يدوق الملح يستطعم السكر. طب ثانيه واحده يا السكر، ارد على الموبايل. انتوا ايه؟ خلاص؟ قلبتوا العمارة قهوة بلدي؟ ايه القعدة دي؟ هنعمل ايه؟ ما احنا ملناش مأوى تاني. ما انت طردتنا بقى من شقتك وبشكل جارح. لا 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 لا، الكلام ده مش هينفع. انا ليا كلام مع رئيس الاتحاد بتاعكوا ده، السكندري بتاعكوا ده. هو فين في انهي داهية ده؟ انا قاعد قدامك اهو يا استاذ كرم. ومالك متبادل كده ليه؟ ده انا بفكرك ابن عمك. انا سمعت بقى. بقول لك ايه، قسما عظما لو سمعت منك كلمة سمعت دي تاني انا بص هقطع لك ودانك دي، فاهم؟ وهطردك من العمارة. واضح ان انت النهارده عصبي وده بيوترني جدا. انا كده متوتر جدا. انا مش عارف ايه الجيران الزبالة المتوترة دي. اوعى من وش، اوعى. لو اتوترت اكتر من كده هجيب لك اسهال. انا جاهزه يا كراميلتي. برضه لابسه فستان ضيق؟ ايش تقول؟ ايه اللي ايش اقول؟ تلاقيها في العربيه ورا. يلا الحقني يا كرم. الدخله المعتاده. ما انت لازم تخش باكشن. في ايه يا عمتي؟ ليلي يغمى عليها، البنت شكلها هتروح مني. يا نهار اسود، جاي لك يا عمتي.